4 الفجر بتوقيت جرينتش، 7 صباحا بتوقيت مصر. الذهب فتح عند 3689 سعر إغلاق امبارح، يعني مفيش أي فجوات سعرية، يعني مفيش فرق ما بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. أعلى نقطة جابها النهاردة 3695 ونزل لغاية 3674 وشغال دلوقتي عند 3680 3685. عندنا دعم تكون على المدى القصير عند منطقة ال 3675، وعندنا مقاومة على المدى القصير عند منطقة ال 3700 3705 اللي جابها امبارح. النهارده خبر الفايدة، وخبر الفايدة ده بيكون الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش، 9 مساء بتوقيت مصر، وبعديه بنص ساعة الساعة 9 ونص بيكون مؤتمر جيروم باول. ولهجة جيروم باول في المؤتمر ده هي اللي بتحدد مسار الفايده الفتره اللي جايه. وقلت لك لو خبر الفايده طلع 25 نقطه اساس خفض مع تبني جيروم باول لسياسه ترقبيه. يعني ايه سياسه ترقبيه؟ يعني يقول لك على حسب البيانات هشوف الفتره اللي جايه اللي هيحصل. في الحاله دي ممكن الذهب ينزل لمنطقه ال 3650 ويختبر منطقه الدعم من 3650 ل 3600. طبعا هيجي لي السؤال المنطقي جدا ان ممكن بكره الذهب فعلا ينزل ويقول لي الله، هو جيروم باول او الفدرالي خفض الفايده 25 نقطه، كان المفروض الذهب يطلع. هقول لك يا باشا، ما احنا بقالنا 15 او 20 يوم تداول الذهب في الطالع على مدد ان الفدرالي هيخفض الفايده 25 نقطه اساس. اما فيما يخص اسعار الذهب المحلي، عيار 21 4960، عيار 24 5680، الجنيه الذهب 40 160.